بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف دايما بمتابعتكم وبتشرف بتعليقاتكم، وان شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. مباراه نادي الزمالك ونهضه البركان امبارح في نهائي الكونفدراليه في الذهاب. طبعا كلنا تابعنا المباراه. امبارح نادي الزمالك بدأ المباراه بشكل غريب شويه، خصوصا كمان تشكيله نادي الزمالك كان محمد عواد، عمر جابر، المسلوسي، حسام عبد المجيد، احمد فتوح، شحاته، نبيل عماد دونجا، احمد سيد زيزو، احمد حمدي، ايكينولا، وسيف الدين الجزيري. طبعا نادي الزمالك امبارح بدأ المباراه، يعني مستر جوميز طبعا كان فيه امبارح بعض الاخطاء اللي مر بيها امبارح، اللي هي ظهور سامسون. يعني سامسون ممكن يكون ظهر في الفتره الاخيره بشكل كويس، بس دايما المباريات النهائيه بيبقى ليها طابع خاص شويه. يعني مش اي لعيب يبقى يلعب مباراه نهائي، ممكن يكون فيه ضغط عصبي، ممكن يكون مش مستعد للمباراه، وخصوصا انها مباراه صعبه على نادي الزمالك. انت بتلعب برضه قصاد نهضه بركان في وسط جماهيره، بس كان برضه نادي الزمالك المفروض انه يظهر بشكل افضل من كده، لان كان عندك لعيبه يعني عندها الخبرات زي عمر جابر، عندك فتوح، عندك المسلوسي، عندك في وسط الملعب دونجا. المفروض ان اللعيبه دي زيزو، سيف الدين الجزيري في الجزء الهجومي، المفروض ان اللعيبه دي بتتكلم مع بعض. امبارح لعيبه نادي الزمالك، يعني حتى حسام عبد المجيد امبارح في بدايه المباراه، لسه المباراه بنقول يا هادي، خطأ دفاعي هو ده اللي خلى فريق نهضة بركان يقدر يسيطر على المباراة. ادى دافع كبير جدا. دايما اول المباراة لازم بيتقال كده، احنا بالكورة العب السهل، العب السهل، اسهل حاجة عشان تاخد ثقة، لان خصوصا كمان المباراة ممكن تكون انت فريق قوي، بس دايما الكرة الاولانية هي اللي بتديك ثقة. اسهل كرة انت بتلعبها بتخليك تقف صح، بتخليك تتحرك صح. امبارح حسام عبد المجيد الكرة لسه جايه له من غير ما يركز، قام بيباصي كده. طبعا الباص بتاعه كان غلط جدا، قام اللعيب المهاجم قام ضاغط، هوب راح عمل بالعرض، كانت هتخش هدف. طبيعي ان انت المعنويات هتقوم عامله كده، هتنزل. المفروض الحاجات اللي زي كده العب كره طوليه، اقرب حاجه عشان تبتدي حتى لعيبتك وزمايلك يبتدوا يقفوا صح. امبارح كان في اخطاء دفاعيه كتيره جدا. عندك احمد فتوح، انا بصراحه يعني احمد فتوح انا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، ومن واحد من الناس اللي بتنبأ له ان هو هيكون رقم واحد في الحته دي، خصوصا كمان ان مركز احمد فتوح ما فيش لعيبه. يعني اخر حد كان لعيب فيه كان كابسيد معوض، كان في علي معلول، كان رحمه الله عليه محمد عبد الوهاب، في اكتر من كذا لاعب، كان عبد الشافي قبل الاصابه. فانت فتوح عندك فرصه ان المكان ده زي ما بيتقال كده يتكتب باسمك. امبارح معرفش هل بقى ده تعالي، هل ده امبارح انت مش مركز، لان الفتره اللي انا شفتك فيها امبارح في خصوصا كمان الشوط الاولاني، يعني انت عندك حتى السرعات بقت قليله. فتوح دايما من اللعيبه يا جماعه اللي بتمسك كوره، عنده المهاره، عنده السرعه، بيعرف يقف امتى، بيمسك الكوره، بيلعب سهل. امبارح فتوح تحس ان هو متلخبط. شفته لما بيطلع كده لعيب ناشئ او لعيب صغير لسه بيطلع بيلعب اول مره ماتش، بتلاقي ركبه بتخبط في بعض، حتى لدرجه ان في كذا كوره مش عارف ياخد قرار. امبارح فتوح مش عارف ياخد قرار يباصي امتى، ولا يرفع اوفر امتى، ولا يعدي امتى. فتوح انت من اللعيبه الكويسه جدا. بصراحه انا زعلان على المستوى اللي انت فيه ده، لان انت من اللعيبه الكويسه، المفروض يبقى تركيزك اعلى من كده. ما انت ما تفتكرش عشان خاطر ان المكان ده بقى مفيش حد، فاللي هو انا هلعب بمزاجي وهلعب براحتي وكده كده هلعب. الكوره عايزه اللي يجتهد، الكوره عايزه اللي يحترمها، الكوره عايزه ان انت تبقى في جوه الملعب مركز طول المباراه. ما ينفعش ان انت بتلعب على بالواحده، يعني اللي هو انا واقف لما الكوره تجيلي هشوف انا هعمل ايه. فطبعا ظهورك امبارح بالمستوى ده انا حزين عليك بصراحه، لان بالمستوى اللي انا شفته ده ما تروحش منتخب مصر. يعني انا واحد من الناس اتكلمت قلت ان فتوح هيبقى اساسي منتخب مصر مع كابتن حسام. بالمستوى ده لا، بالمستوى ده صعب جدا، انت بتصعبها عليك. طب ما انت عندك فرصه يا ابني تبقى رقم واحد، عندك فرصه تبقى رقم واحد في نادي الزمالك، وعندك فرصه تبقى رقم واحد في مصر ومنتخب مصر كمان. ما ينفعش ان انت يبقى تركيزك قليل كده. حتى الشوط الثاني يعني ممكن تكون الشوط الثاني افضل شويه، بس ده مش مستوى فتوح، مش ده مستوى فتوح اللي احنا عارفينه ولا متابعينه. برضه في نص الملعب كان عندك مشاكل كتيره جدا. كان دونجا يمكن الوحيد امبارح بصراحه اللي عايز اديله حقه. شحاته، يعني شحاته من الاعمار الصغيره وسنه صغير، بيعرف يتعامل. عنده بعض الحته اللي هي ممكن يكون مستعجل شويه، بس ده طبيعي.
طبيعي برضو الولد لسه صغير، لسه ما عندوش الخبرات. موضوع مختلف تماما ان انت بتلعب في مستوى وتيجي بعد كده تلعب مع نادي الزمالك، او تبقى مثلا زي منتخب شباب او منتخب اولمبي ايا كان. موضوع مختلف تماما، لانك انت بتلعب في نادي الزمالك بيبقى عليك ضغط جماهيري، ضغط اعلامي. فطبيعي ان انت ممكن تبقى مش موفق شويه او الحماس زايد. بس بصراحه هو من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده في الماتش امبارح. الوحيد اللي كان مالي نص الملعب وبيعرف يتعامل وبيعرف يضغط امتى، بيعرف يقف امتى. تصرفاته في الكوره حتى كانت امبارح كويس. هو الوحيد بصراحه اللي كان مميز. يعني هو الوحيد اللي عجبني. المسلوسي يعني احنا اشدنا بالمسلوسي في الفتره الاخيره. امبارح المسلوسي ما كانش برضه في المستوى. ممكن يكون ضغط المباراه وضغط المباراه نهائيه. بس يا جماعه لسه نادي الزمالك انت لو كنت بتلعب قصاد فرقه اقوى من كده، خصوصا كمان ان مستوى فريق نهضة بركان مع احترام ليه متوسط. يعني مش ده الفرقه اللي انا كنت متوقع. يمكن هو ضغط في الاول المباراه ضربه جزاء، وبعد كده الهدف الثاني اللي غريب جدا يا جماعه. يعني انا عايز اقول لكم حاجه، انتوا اتفرجتوا على الهدف الثاني؟ خط الدفاع بالكامل مفيش حد بيراقب. يعني 4 لعيبه في وسط حوالي 5 لعيبه او 6 لعيبه من الزمالك. مفيش مراقبه، مفيش وقف صح. اللعيبه سايبه حتى المهاجم او المدافع اللي طالع بزياده عدديه في الكورنر سايبه براحته. ده حتى الهدف، الولد اللي طلع اللي احرز الهدف التيك اوف بتاعه مش عالي قوي. يعني هو طلع بس قام موجهها. غريب جدا برضو عواد. انا عايز اسال سؤال والله في النقطه دي. يمكن انا ماليش في موضوع حراسه المرمى، بس الواحد عنده خبرات شويه. يعني اتعاملنا برضو مع حراس مرمى، كان كابتن احمد شوبير، كابتن عصام الحضري، وكابتن نادر السيد، واسماء كبيره جدا كانت موجوده. انا عمري ما شفت حارس المرمى واقف تحت ال3 خشبات. يعني عواد امبارح واقف على الخط. شفت انت لما يبقى فيه ضربه جزاء عواد ما اتحركش. المفروض ان حارس المرمى في الكور اللي زي دي بيبقى في ال6 يارد، مش بيبقى على الخط. انا ما اعرفش بصراحه التصرف بتاعه جه ازاي، ورغم ان الكوره اصلا متوجهه ضعيفه، حتى لدرجه ان عواد اتخبط في العارضه. يعني جون ملوش اي معنى خالص. ما فيش رقابه. خطأ من فتوح، لان هو الكرة دي كانت البداية الخطأ من عنده. الهدف الاولاني ضربة جزاء. يعني حتى يمكن حتى نزلت تويتر قلت ان الحكم لو راح للفار هيحسبها ضربة جزاء. سوء تصرف من حسام عبد المجيد. يعني حتى كان في تصريح ليا عن حسام عبد المجيد قبل المباراة بحوالي 3 ايام. كان كابتن ايمن يونس كان اتكلم على حسام عبد المجيد ان هو لعيب سريع واسطوره ومش اسطوره. يا جماعه انا ما عنديش مشكله. انا قلت قبل كده كلمه اسطوره دي اتبهدلت قوي. ادي كل لعيب على حقه، ادي كل لعيب حقه. لعيب كويس قول كويس. انتوا يا جماعه ليه دي دايما لما بتيجوا مثلا بتشوفوا لعيب ممكن يكون متوسط المستوى، طب ما تطلع قول عليه ان هو متوسط المستوى، محتاج كذا، محتاج يشتغل على نفسه، محتاج انه يشتغل سرعات، محتاج يقف صح، محتاج يبقى مركز. اما احنا بنقعد نتكلم على التصريحات ونقعد نتكلم وحاجات غريبه جدا. انت عايز تديله حاجه معنويه، بس اديله حاجه معنويه ان هو يركز. كل واحد ليه الامكانيات بتاعته، كل واحد ليه المكانه بتاعته جوه الملعب. مش كل حاجه ده مكانه اوروبا، ده مكانه يطلع مش عارف يلعب في الدوري الانجليزي. طب نشوف الاول عشان نقدر نقيم ونقدر نقيم نقول هو لعيب كويس واسطوره والكلام اللي طالع موضه ده دلوقتي. حسام عبد المجيد مشكلته ان هو بطيء. حسام عبد المجيد مشكلته ان هو بطيء في الملعب. تصرفاته في الملعب ذهنه مش حاضر. هو دي سبحان الله هي امكانيات. الامكانيات دايما ازاي ان انا اتصرف في الكوره، ازاي دلوقتي قبل الكوره ما تجيلي اعرف اقف ابص في الملعب كويس، اباصي، اتحرك امتى، باصي امتى، ممكن بدل ما باصي لو في لعيب قريب مثلا من مهاجمين نهضة بركان ما ينفعش انا باصي اللعيب وفي لعيب جوه. ما انا ممكن اعملها لونج باص عادي، ايه المشكله يعني؟ مش عيب. ما احنا كنا لما بنتزنق زي كده في الملعب اقرب حاجه يقول لك اعمل على الاجناب، عشان الحته الجزء اللي في النص الملعب دي انت ممكن تتقطع منك تترد عليك. وده اللي حصل من خطأ حسام عبد المجيد في اول المباراه. باص غلط طبيعي. انا دايما حتى في الكوره ما بحبش الباص العرضي. الباص العرضي ده من اخطر الباصات، سواء من المدافع سواء حتى في نص الملعب. لانك انت لما بتيجي تلعب الكوره بالعرض، انا كلاعب جوه الملعب طبيعي انا عارف ان انت هتلعبها تيك او واخد خطوتين او واخد الكوره رايح. وفي المواقف اللي زي دي بيبقى خلاص المدافع مشتت، التمركز بتاع اللعيبه سواء الباك رايت او الباك ليفت واقف غلط، لان خلاص انت اتضربت
وده اللي حصل في بدايه المباراه، خلت نهضه بركان يسيطر على المباراه في الشوط الاولاني. طبعا ضربه جزاء صحيحه، لان سوء تصرف من حسام عبد المجيد، وده اللي انا بتكلم فيه. شجع اللعيبه واتكلم مع اللعيبه، بس ادي كل واحد على قد مستواه. ادي واحد كل حسام عبد المجيد ممكن طوله ده لعيب كويس، بس عنده بطء غير طبيعي، ممكن يستغله في القوه، ممكن يستغله في اللعب السهل، ممكن يستغله في المهاره، لان انا مش محتاج مهاره. هو مع احترامي ليه مهاريا قليل، مهاريا ضعيف، بطيء. فممكن استغل الطول بتاعه. حتى لو نادي الزمالك ما عندوش الامكانيات ولا عنده دلوقتي لعيب بمستوى كويس في الخط الدفاعي، طب ما انا كمدرب، ومستر جوميز على فكره من المدربين الكويسين، والراجل الله يكون في عونه، جه في وقت صعب جدا، بس ممكن اقدر اشتغل على امكانياته. مش مطالب من حسام عبد المجيد مع احترامي ان هو يباصي، مش مطالب ان مسلوسي مثلا يباصي، مش محتاج عواد ان هو يلعبني كوره. ما هي الامكانيات هي اللي هتساعدك وهي اللي هتخلي شكلك كويس. عمر جابر امبارح كان يعني مش ده عمر جابر بصراحه، يعني رغم ان المفروض خبراته المفروض امكانياته يظهر بشكل افضل من كده، ما شفناش مع فتوح. انت عندك كان مشكله في الدفاع، برضو عندك عناصر. هو قلت لكم هو الوحيد اللي كان كويس امبارح بصراحه هو شحاته. وزيزو، يعني زيزو برضو يا جماعه مش مستواه والله. يعني زيزو بقى دلوقتي بيعتمد على الكره الثابته. الكره الثابته دي مش مقياس لاعب. ما ممكن ابقى مميز في الكره الثابته، بس انا زيزو زي ما بيتقال ان هو من اللعيبه الكويسه، من اللعيبه المهاريه. يمكن ما فيش غير بس هي الكره اللي عملها لسيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري بصراحه اتعامل مع الكوره كويس، وانا بعتبر ان سيف الدين الجزيري من المهاجمين اللي عندهم مهاره ورخم زي ما بيتقال كده، بيعرف يتعامل في مشاكل كتير جدا في نادي الزمالك، بس هي دي الامكانيات اللي موجوده. يعني حقيقي امبارح والله الهدف اللي احرزه سيف الدين الجزيري يمكن عشان خاطر جمهور نادي الزمالك. يعني الطبيعي ان انت تخسر، بالطبيعي ان انت لو في معدل مستوى كويس او مستواك كويس، مع احترامي نهضه بركان، نادي الزمالك اسم نادي الزمالك، تكسب الفرقه دي 3 انت هناك. بس خوف لاعبي نادي الزمالك مع طبعا مستر جوميز ابتدى يعدل الموضوع الشوط الثاني مع الامكانيات اللي موجوده. بس طبيعي بقى انت خلاص راجع المباراه النهائيه هنا في وسط جماهيرك، خلص المباراه. يعني نادي الزمالك في المباراه اللي زي دي تخلص 3-0، والله تخلص 4 كمان. انت عندهم مشاكل دفاعيه مع الجمهور اللي موجود، مع الامكانيات المحدوده اللي عندهم. حتى انا امبارح بحس ان المباراه مش قويه، يعني لدرجه ان انا افتكرت ان هي مباراه وديه. انا عارف ان الكلام ده بيزعل ناس كتير جدا، بس يا جماعه نادي الزمالك لو ما خدش البطوله دي هياخدها امتى؟ يعني نادي الزمالك لو ما خدش البطوله دي هياخدها امتى؟ انت تقريبا يعني انت متخيل يا جماعه، يعني مستوى نهضه بركان انت كده قابلت اعلى مستوى، يعني قابلت اعلى مستوى. طب انت بقى ايه؟ يعني تكسب بقى البطوله، خلاص البطوله دي كده خلاص مبروك لنادي الزمالك. المفروض يتقال مبروك لنادي الزمالك، لان الامكانيات اللي احنا شفناها لنهضه بركان امكانيات محدوده. وبتمنى التوفيق لنادي الزمالك في المباراه اللي جايه، لان احنا عايزين برضو نادي الزمالك يحصل البطوله، عايزين نشوف ان شاء الله باذن الله والاهلي يحصل على دوري الابطال. وبرضو في نقطه عايز اتكلم فيها يا جماعه، عشان برضو الكونفدراليه هي مش بطوله افريقيا. انا ما اعرف، انا واحد من الناس انا اعرف بطوله افريقيا دي اللي هي بطوله دوري الابطال، هو دي. اما الكونفدراليه ليها بطوله خاصه، بس هي بطوله افريقيا هي معروفه دوري الابطال. كل التوفيق لنادي الزمالك، كل التوفيق للاعيبه نادي الزمالك، ان شاء الله باذن الله يعملوا مباراه كويسه في تواجد جماهيرهم، وباذن الله لعيبه نادي الزمالك تفرح كل الجماهير. هنا انتهت حلقتنا النهارده من ذا ديفندر. انتظرونا ان شاء الله باذن الله بعد خلال ساعات هيبقى في حلقه الفار. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.